مثلا اللي خلاك تفكر ان انت تنزلي تكملي الشغل؟ فعلا الست دي تستاهل ان احنا نسجل معاها؟ والله هو الاكل زي الفل والناس كلها مبسوطه جدا منها يعني. دي شهاده ناس ما شاء كتير الله. طبعا يعني. طبعا. الحمد لله. لان ما فيش حد هيصرف علينا غيرها. السلام عليكم. ساعة الله وبركاته. حضرتك طيار مع محل ابو شريف طبعا وجيت في وقتك. طبعا. احنا النهارده جايين نسجل معاها فيديو وكنا حابين ناخد راي حضرتك في المطعم وفي الاكل. والله هو الاكل زي الفل والناس كلها مبسوطه جدا منها يعني. دي شهاده ناس ما شاء كتير الله. طبعا يعني. طبعا. الحمد لله. بس طبعا. احنا حبينا نعمل ده وباخد رايك علشان المصداقيه للناس برضه. تمام. سلام. ازي حضرتك؟ اخبار مشويات ام شريف ايه معاك؟ بخير تمام والله، حاجه ممتازه. احنا سمعنا عن الست دي كل خير وانها ست مكافحه، فجينا مخصوص علشان نسجل معاها فيديو النهارده وحبينا ان احنا ناخد راي الناس اللي بتشتري منها. والله حاجه ممتازه ان شاء الله وربنا يوفقها. فعلا الست دي تستاهل ان احنا نسجل معاها؟ هي مكافحه ودليل كده يعني جوزها توفى الله يرحمه الراجل، انا كنت اعرفه شخصيا وربنا يوفقها ويديها الصحه يعني. الله يرحمه ويسامحه يا رب. طب ايه رايك بقى في الاكل بتاعها؟ حاجه ممتازه والله ان شاء الله، زي ما انت شامم بجد. بتجملها ولا ده بجد؟ زي ما انت شامم انت شايف. والله الواحد جاع. ربنا يبارك لك يا رب. هنا الله يرحم ابو شريف، هنا من المحل يعني من زمان الزمان فعلا كان ليه يعني. اسم برضه في ليه المكان اسم طبعا عليه رحمه الله يعني. الله يرحمه ويسامحه يا رب. وبعد كده تولى شريف، وبعد كده الحاجه ام شريف اتعلمت من شريف ابنها ومشت الشغلانه يعني مع بعضهم، ولازم يعني اكل العيش مر. طب ايه رايك في اللي بتعمله الست دي؟ لا ما شاء الله بصراحه، ما شاء الله يعني يكون انها تحافظ على شغل جوزها كده وتنزل الشغل وتبقى ب 100 راجل ده لازم وسط ملايين الناس طبعا. اللي بتيأس وبتستسلم للظروف. تحب تقول لها ايه بقى؟ لا اقول لها ما شاء الله وربنا يبارك لها يعني، والله يساعدها على صحتها. ربنا يكرمك يا رب. اسمك الله ايه؟ يخليك. طارق. بتشتغل الشغلانه دي من امتى يا عم طارق؟ انا بشتغل الشغلانه دي ليا سنتين. انا نزلت كده فاهم في شركه اسمها زون سيرفيس عند المديريه هنا جنبنا. تمام. اشتغلت معاها 3 شهور وهم صفوا، حبوا يصفوا. تمام. ما انا اشتريت الشنطه دي منهم وقلت اكمل. والله انت ورزق بطل. على الله. انت بطل حبيبي. انت اكيد من المنطقه هنا. انا من المنطقه هنا جنبه. حابين نعرف الناس المحل بتاع ابو شريف موجود فين؟ هو في شارع رياض. شارع رياض. شارع رياض. اسيوط شارع رياض. اسيوط شارع رياض. جنب ايه مثلا؟ وش جامع الخضر. وش جامع خضر. شكرا جدا ليك يا عم طارق وربنا يكرمك ويحفظك يا رب. السلام عليكم. كان في حد عامل لنا منشن علشان نيجي نسجل مع الست السعوديه اللي ب 100 راجل اللي قدرت تحافظ على شغل جوزها بعد وفاته لحد النهارده. تعالوا بينا نعرف مين هي ام شريف وايه قصه الكفاح بتاعها من البدايه. عرفينا بنفسك يا ام شريف. انا ام شريف، واحده جوزها طبعا اتوفى لي تقريبا سنه وشهرين، فنزلت انا اشتغل طبعا لان ما فيش عائد غير المحل اللي هو سابه لنا جوزنا ده. فنزلت، كان ابني الاول كنت شغال معاه وبعدين هو اتعلم الشغل طبعا سنه صغير فما ينفعش انه يقف لوحده، فنزلت انا طبعا عشان اساعده. فبس وبدأت الحياه كده ان نزلت معاه وبساعده في الشغل والحياه ماشيه الحمد لله. طب ايه مثلا اللي خلاك تفكري ان انت تنزلي تكملي الشغل؟ لان ما فيش حد هيصرف علينا غيرنا. احنا لازم انا اللي انزل، انا لازم اساعد ابني عيل صغير مش هينفع، وما ينفعش ان انا اجيب حد يشتغل بصراحه ما تضمنش حد في الزمن ده. اكيد طبعا. فما حدش بيخاف على ماله غير نفسه. مفيش مثلا حد قريب فكر ان هو يقف مع شريك ويساعده في الشغل بتاعه؟ لا، كل واحد ليه شغله وكل واحد ليه مصالحه فمش هينفع. فانا نزلت وفي ناس فعلا كانت متعارضه ان انا انزل، لان طبعا احنا في الصعيد ما ينفعش واحده ست طبعا. فبس الناس تقبلت الموضوع ده بعدين. فعلا. طب ايه المشاكل اللي قابلتك في بدايه وقوفك في المحل مثلا؟ يعني الناس كانت بتتعامل معاك ازاي؟ لا في الاول عادي، بس بالعكس بيشجعوني دلوقتي وبيقولوا لي انت ست ب 100 راجل، انت مش واحده عملت اللي انت بتعمليه. انت فعلا ب 100 راجل والله. ربنا يخليك. انا في حد كان عامل لي منشن والله بالصدفه كده بيقول ان الست دي لازم حد يصور معاها، فاول ما شفت البوست بصراحه ما قلت ان انا لازم ان انا اجي اصور معاكي على طول دايما. بس والله بيشجعوني يعني لما بيدوقوا الاكل ويلاقوه حلو بيقولوا تسلم ايديك، فبتشجع اكتر. ما شاء الله الشغل يعني. انا سالت كان في حد لسه زبون دايم معتمد عندكم هنا، فبقول له قال كل خير والله بجد. فحقيقه يعني ربنا يبارك لك، وانت مثال مشرف لناس كتير قوي. في ناس كتير طبعا لما بتتحط في ظروف زي كده ما بتفكرش تعمل ايه،
ما بتحاولش تساعد نفسها بنفسها. احنا الحاجه الحلوه ان سايب لنا مصدر رزق، عشان كده انا نزلت فيه وابتديت انا اللي اشتغل، فهي دي حاجه حلوه برضه. دي حاجه حلوه ان انت برضه قدرتي تحافظي على شغل جوزك، الله يرحمه ويسامحه يا رب، وربنا يبارك لك في شريف، وان شاء الله يعني يكون السند بتاعكم بعد ربنا. طب تحب تقول ايه بقى للناس اللي بتيأس من الشغل وما بتفكرش انها تكافح وتتعب علشان وبتحب تستسلم مثلا، اللي هو انا هتفضل مستنيه ان حد يجي يساعدها، تحب تقولي لهم ايه؟ حد انزلي بنفسك، طول ما فيك الصحه لازم تنزلي، محدش بيساعد حد دلوقتي، محدش بيقف جنب حد، نوقف معاهم مره مش هيقف معاهم تاني. ف يعني احنا بندعي ربنا ان ما يفوتناش لحد، فالحمد لله ربنا يقدرنا، وربنا على فكره ما بيديش حد اقدر من اكيد طبعا ونعم بالله، فلازم يبقى ليه حكمه في كل حاجه عملها. اكيد طبعا. طب ايه مثلا اللي محتاجاه ام شريف؟ يعني محتاجه حاجه من حد مثلا، ولا في مثلا انا مش عايزه حاجه من حد، بس انا الحمد لله ربنا سترني، انا بس اللي كل ربنا يسترك دايما يا رب. ثلاجه صغيره، يعني انا لو حد يعرف ثلاجه بس استعمال خفيف كده وتكون حاجه كويسه وتكون صغيره، انا هدفع ثمنها، بس انا عايزاها حاجه مستعمله، لان طبعا دلوقتي الحاجه الغاليه، الحاجه الجديده دي غاليه شويه. اكيد طبعا الحاجه بقت غاليه جدا. انا لو حد يعرف فريزر صغير كده حوالي متر او حاجه زي كده بس، فمش محتاجه حاجه غاليه، لان انا عايزه اعمل اوردرات، انا حاليا دلوقتي بشوي بس، فناس كتيره بتيجي تطلب مني عايزه اوردر عايزه كذا، فما عنديش انا اللي هي الثلاجه اللي انا احط فيها الفراخ، بس هو ده اللي انا محتاجه. بالنسبه لشريف ابنك، بيقدر يوفق بين الدراسه بتاعته والمحل، ولا وصل لحد فين في الدراسه؟ هو رايح تاني اعدادي ان شاء الله. في ايام الدراسه طبعا انا اللي بفتح الصف، وهو بعد ما يخلص دراسه بيجي يستلم مني، وبعدين انا اروح ارتاح شويه وارجع تاني، لو عليه حصه بفضل موجوده، لو ما وراهوش حصص بيكمل هو لغايه المغرب تقريبا، وباجي اكمل انا معاه، وبعد كده هو يروح يذاكر. في حد غير شريف تاني معاكي؟ معايا 3 بنات ان شاء الله، ربنا يبارك لك فيهم يا رب ويفرحك بيهم. هما 2 الكبار، البنات كبار، وبعدين شريف، وبعدين اخر واحده رايحه 6 ابتدائي. ربنا يحفظهم يا رب ويجعلكم دايما سند لبعضكم كده ومتكاتفين مع بعض وتفرحوا بيهم. وحقيقي بجد والله احنا بنفتخر بام شريف، ست فعلا صعيديه ب 100 راجل، واجهت الحياه، قررت انها ما تستسلمش، نزلت بنفسها تقف في المحل مكان جوزها علشان ما تمدش ايديها لحد. فحقيقي انا كان ليا الشرف جدا ان انا سجلت معاها الفيديو ده النهارده. في حاجه عايزه اقولها على فكره، ذكر الله في كل حاجه، هتلاقي بكل حاجه عندك بتتفتح. الا بذكر الله تطمئن القلوب. وخصوصا الاستغفار، انا الاستغفار دايما في لساني، فعلى طول بقول والله الاستغفار ده جميل جدا طبعا، بيبقى في اوقات يفتح كل الابواب المغلقه على طول، وقافله ولاد الحلال كده طبا، واوقات والله بيبقى في الشغل، هي سكه ربنا دايما بتكسب طبعا، مفيش حد ماشي في سكه ربنا ما كسبش. خليك على الاستغفار، والله بيفك كل حاجه، حتى المرض بيشفي كل حاجه. ربنا يبارك في عمرك يا رب ويحفظك. تحب تقول ايه بقى في اخر الفيديو؟ والله انا بشكركم جدا بصراحه، وتصويركم عندي زود بصراحه الانفعال عندي. ده احنا اللي لينا الشرف ان احنا جينا صورنا معاك. على فكره انا ما بعملش اعلانات لاي حد، تمام؟ يعني اول حد ان انا اتجرأ وانزل اصور معاه يكون انت. والله بجد البوست اللي شفته هو اللي خلاني ان انا انزل اعمل ده. هي واحده نزلت البوست، انا بصراحه ما كنتش اعرف، بس هي اول ما واحده نزلت البوست جت صحفيه صورت معايا، وبعد كده جه صحفي والتاني وحضرتك الثالث. ما هي فعلا صحفيه صاحبتي صديقه ليا، عملت لي منشن في البوست اللي كان نازل، وانا شفت البوست بصراحه ما قدرتش ان انا اتاخر. انا شفت كل الناس بتقول عنك كل خير ما شاء الله، وحتى الزباين يعني اللي بتيجي هنا لما سالت حد بيشكر في المشويات بتاعتك. طبعا ربنا يوسع رزقك يا رب ويرزقك من حيث لا تحتسب يا رب. شكرا جدا جدا ليكي، وكان ليا الشرف بجد فعلا ان انا صورت معاك النهارده. ازيك يا شريف؟ اتفضل. عامل ايه؟ الحمد لله. بجد انا بحييك ان انت راجل فعلا. الله يخليك. فعلا راجل يعتمد عليه. حبيبي والله. كنت بطل بعد وفاة باباك الله يرحمه، حافظت على شغلك وبتساعد مامتك واقف معاها، فانت حقيقي بجد يعني مثال مشرف لناس كتيرة جدا بتيأس وبتستسلم للظروف. فعلا لان اللي قالته مامتك عنك ما شاء الله، يعني ان انت راجل بطل وقد المسؤولية. لا. عرف الناس بنفسك بقى. انا شريف، طالب في سنة تاني اعدادي، عندي 13 سنة. ما شاء الله. بتدرس في ثالثة اعدادي صح؟ داخل تاني اعدادي. داخل تاني اعدادي؟ اه. ان شاء الله بقى ناوي تدخل ايه؟ انا نفسي اطلع ظابط. ان شاء الله.
يعني بتعرف توفق بين الشغل بتاعك والدراسه بتاعتك؟ الحمد لله، يعني انا من مطلع من المدرسه انزل على الشغل على طول. لما اكفي الساعه 11 12 بكمل الدراسه، وبعد كده انام الساعه 1 2، وبعد كده زي الايام دي. الله يعينك ويقويك يا رب. الله يخليك. طيب انا مش هطول عليك كتير، بس انا عاوزك تقول كلمه للناس اللي بتتحط في ظروف زي الظروف بتاعتك دي وبتستسلم، بتفضل مستنيه مثلا ان حد يمد لها ايديه. انا شايف ان شريف وام شريف يعني ناس محترمه بجد، وانا ليا الفخر ان انا عملت معاكم الفيديو ده. بس عاوزك تقول للناس دي كلمه كده منك حلوه. هم مش عايزهم يأسوا، علشان ما فيش حد هيساعد حد الايام ديات، حتى لو ساعدوا يوم او يومين مش هيساعد بقى العمر. اكيد طبعا لازم يشد حيله، عشان زي الظروف الغاليه اللي احنا فيها ديت محدش يعرف يعيش فيها. اكيد طبعا. وانت اصلا يعني لما سالنا كذا حد المطعم ليه يعني نسيت ما شاء الله قديم قبل كده، باباك عامل لك اسم حلو ما شاء الله. هو اي نعم مش براند، بس هي دي الناس اللي ينفع نسلط عليها الضوء. يعني مش هنروح نجري ورا محل كبير مفخم ونروح نصور معاه، او هنروح نمسك اكل بقى ونفضل نجرب والحاجات دي كلها. الناس دي فعلا بجد هي اللي ينفع نظهرها ونسلط عليها الضوء للدنيا دي كلها. والله بجد يا شريف يعني انا بفتخر بيك. تحب تقول ايه بقى في اخر الفيديو؟ احب اشكرهم خالص والمشاهدات، وربنا يخليكم. ربنا يوفقك يا رب ويكرمك، وسعدنا جدا بتصوير الفيديو معاكم.